دجله، كان بيلعب السنه اللي فاتت طبعا في نادي سموحه. النادي المصري ضم مجموعه من اللاعبين الجديده السنه دي مع الكابتن طارق يحيى المدير الفني، وشفنا طبعا كابتن مدحت مكي وكابتن طارق السيد والكابتن عادل المأموري الجهاز الفني للنادي المصري. تعال نتابع لقطات من المباراه. المباراه انتهت 3-0 لصالح وادي دجله. عمرو مرعي وستانلي وعصام علي اللي احرزوا ال3 اهداف لنادي وادي دجله. طيب نتفرج بس على اللقطات من المباراه. وده الهدف الاول لنادي وادي دجله عن طريق ستانلي اللاعب الافريقي في وادي دجله. ستانلي ده جه مكان صلاح الدين اللاعب الاثيوبي اللي انتقل للنادي الاهلي. وبعدين الهدف الثاني عن طريق عمرو مرعي. عمرو مرعي كان احد الناشئين اللي طلع من نادي وادي دجله، وكان ظهر بشكل كويس في الدوري. وفي برضه هدف لعصام علي لاعب الاسماعيلي السابق. اعتقد الهدف اللي فات كان لعصام علي، ده هدف عمرو مرعي اعتقد. وده هدف برضه ستانلي. يبقى ستانلي هو اللي جاب هدفين وعصام علي هدف. دي فرصة ضايعة من النادي المصري. ودي كرة اوفسايد على النادي المصري، تسلل. ده معسكرهم في اسماعيلية. اسماعيلية طبعا بلد جميلة ومدينة جميلة، جو جميل وملعب حلو، معسكر يعني مثالي للنادي المصري والنادي وادي دجله. طيب تعالوا نروح لمحمد شيحه وكيل اللاعبين. وبرضه احنا عارفين ان هو يعني بيشغل منصب في شركه بريزنتيشن اللي بترعى الانديه المصريه السنه دي وبترعى اتحاد الكوره. عايزين نعرف ايه اللي حصل بخصوص معسكر نادي الزمالك. هل نادي الزمالك اتفق مع الشركه الراعيه على معسكر اوروبي فعلا زي ما اتقال ولا لا؟ هنعرف من محمد شيحه وكيل اللاعبين. ازيك يا محمد؟ شيحه، اخبارك ايه؟ ايوه يا نجم منور.